صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. كل سنة وانتوا طيبين. مازلنا بنستعد لرمضان. خرجنا برا وشوفنا الأجواء في كام مكان. دلوقتي احنا بقى في المطبخ وبنشوف هنعمل ايه. النهاردة جهزنا أهم حاجة سحور رمضان، وكمان عملنا العيش بطريقة سهلة وبسيطة زي اللي بنجيبه برا للسندوتشات بالظبط، وكمان اقتصادي. من نص كيلو دقيق عملنا كل الكمية الحلوة دي. عمل معانا حوالي 20 أو 21 رغيف من الصغيرين دول. وكمان الفول عملته بمكون جديد خالص محدش استخدمه خالص ومفيد في نفس الوقت، خلى لونه حلو وطعمه أكيد إن شاء الله لو جربتوه هيعجبكم. كل سنة وانتوا طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. زي ما احنا شايفين العيش كده حلو قوي ممتاز ما شاء الله، وبيتفتح وممكن نعمله سندوتشات وممكن يشيله في التلاجة. لما نعوز هنطلع منه ونعمل سندوتشاتنا او نتسحر منه. حقيقي حاجة اقتصادية قوي وسهلة جدا. يلا نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي زي مع بعض. اول حاجة هنا معايا ده كيلو الا ربع فول. طبعا انتي بتختاري الحبة اللي انتي عايزاها، هي دي افضل حاجة اللي هي الحبة البيضة الكبيرة كده. بعد ما هنقيه وهنغسله هنقعه في كمية المية دي. شايفين كمية المية كتير، ده هيسهل في عملية السوا وكمان هيشيل كل الطبقة الخارجية اللي مش مفيدة على الفول. كده بعد ما عدى 10 ساعات من بالليل للصبح هنقعه. وطبعا المية اللي فاضلة دي انا هتخلص منها وهشطفه تاني وهرفعه على النار. زي ما احنا شايفين حجم الفول زاد وبقى كده افضل كتير. هنا انا رفعته على النار وضفت له حوالي لترين مية سخنة. لازم تكون المية سخنة عشان تسهل عملية التسوية بتاعته. في اي مرحلة من المراحل ضفنا مية باردة ده غلط. تاني حاجة هنا انا جهزت كوباية قمح وطبعا غسلتها ونقعتها حوالي 3 ساعات. المكون التاني بقى ده البنجر. انا هنا قشرتها وبشرتها رفيع علشان والقمح طبعا شطفته بعد ما اتنقع 3 ساعات. هنا الفول كان حوالي بقاله تلت ساعة كده على النار. ما ضفتش القمح من البداية لان تسوية ده مش زي تسوية ده، القمح مش زي الفول. ونزلت هنا كده بعد تلت ساعة بالظبط بالقمح والبنجر المبشور، وهغطي بقى عليه وزودت مية سخنة تاني. شايفين اللون بقى كده من غير ما يغلي بقى عامل ازاي؟ هيدينا لون وقيمة غذائية عالية. كده بعد ما كان عدى ساعة. طبعا انا مش معلية النار خالص، لازم الفول النار تبقى هادية عليه قوي عشان يستوي كويس. كده احنا شايفين القمح خلاص دخل في السوا، بس الفول لسه فاضله شوية. يلا بقى نشوف هنعمل العيش ازاي. ده نص كيلو دقيق، ضفت له هنا معلقة خميرة ومعلقتين سكر ابيض، المعيار ده الاكبر يعني شوية. وهنا شوية ملح صغيرين. لو مش عايزة تضيفي لبن بلاش، خلي كل السوائل مية. وهنا هضيف معلقتين زيت، بس معلقتين 2 زيت. يعني معلقة خميرة صغيرة، معلقتين سكر، شوية ملح، ومعلقتين زيت بمعلقة الطعام العادية. هنا دي كوباية الا ربع لبن حليب. لو حابة تضيفي لكوباية اللبن دي معلقة واحدة خلي ضيفيها، مش حابة خلاص مفيش مشكلة. هنا هدوب بالمعلقة كده وهرجع انزل تاني بنص كوباية مية واشوف الدقيق بتاعي محتاج سوائل تانية ولا لا. هعجنهم حوالي كده 7 دقايق، مش هياخد وقت كتير في العجن. كده خلاص كنت خلصت بعد 7 دقايق وهي كانت ملزقة بسيط. هغطيها وهسيبها في مكان دافي حوالي ساعة الا ربع عشان احنا في الشتاء. كده بعد ما خمرت ما شاء الله هبتدي بقى ايه اقطعها. يا ريت تكون القطع متساوية، يعني حاولي ما تخليش كبير وصغير. هنا معايا يكون عندك طبق كبير ياخد الكمية او صينية، وهترشي رشة خفيفة دقيق. وزي ما انا بقطعها كده حوالي قد البضاية او اصغر حجم في البرتقان. يعني انتي حاولي بالنظر كده تخلي كل الاحجام واحدة، ما تخليش كبير وصغير زي ما قلت. ده هيخلي شكل العيش بتاعك حلو بعد ما يخلص خالص. كده
انا خلاص خلصت، وكان في برضو طبق تاني فيه شوية تاني. كده انا هبتدي افردها كده بالصورة دي، ما تضغطيش قوي، هتفرديها فرد خفيف وتكون كلها مستوى واحد. وطبعا انتي مش هتحتاجي دقيق تاني، زي ما احنا شايفين كده هتاخديها على ايديكي كده رايح جاي، وهتحطيها على فوطة خفيفة قوي. هتخلصي كل الكمية ومش هنضيف اي دقيق تاني. لو حاسة ان الكونتر بتاعك العيش بيلزق فيه، حطي نقطة نقطتين زيت، حاجة خفيفة قوي. وطبعا انتي مش لازم تفرديها قوي او تسيبيها تخينة، لا خلي السمك بتاعك معقول. ولو حابة انك تكبري الرغيف بتاعك اكتر من كده كبريه، دي حاجة ترجعلك. انا حبيت انه يكون حجمه في حجم العيش بتاع السندوتشات كده بالظبط. وريتكم اهو السمك بتاعها. على ما اخلص الكمية بتاعتي وبرضو هضيفها كده كله، هفرده على فوطة وكل رغيف جنب التاني. هبتدي بقى اسوي بعد كده. هي سهلة جدا جدا، ما بياخدش وقت خالص. العيش استوى اسرع من الفول. يعني انتي لو في نفس يوم رمضان الصبح كان عندك فطار وحبيتي تجهزي الفول والعيش ده، هتجهزيه بسرعة وهتخلصي، مش هياخد منك وقت. بس طبعا هتكوني ناقعة الفول ومجهزاه. او ممكن في يوم بعد الفطار، يعني حسب وقتك ما يسمح وحسب ما انتي منظمة وقتك. لو قدرتي تعملي الكيلو كله عشان يفضل عندك، برضو دي حاجة ترجعلك وترجع لاستخدامك. كده انا كنت خلصت الكمية كلها، اللي هو النص كيلو دقيق، اللي خرج لي حوالي 20 أو 21 رغيف صغير. ده طبقة تحت وطبقة فوق كده، وغطيتها. ما سبتوش طبعا عريان. هنا زي ما احنا شايفين النار هادية مش عالية، تبقى متوسطة، يعني لا هي عالية قوي ولا هي هادية خالص. ولو عليت معاكي من جنب بتدوسي بالراحة كده عشان باقي الرغيف يعلى معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفات سهلة جدا وبسيطة، وما بتاخدش مننا وقت طويل، وبتخرج لنا نتيجة حلوة. لو في واحد ما ترفعش معاكي ولا حاجة مش مشكلة، بس برضو هيتفتح أثناء ما تاكلوه يعني. زي ما احنا شايفين كده اهو بيعلى معاكي. اللهم بارك. وصفة حلوة جدا وسهلة جدا وموفرة واقتصادية، وممكن نعملها على طول، مش لازم في رمضان بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين كده استوى من ناحيتين وكان لونه حلو. اللهم بارك. وعشان كده بقول ما نكترش الدقيق علشان ما يعملش كده في الطاسة عندنا ويتحرق. وده كان شكل الفول كده، شكله حقيقي يفتح النفس. طبعا هتجهزيه زي ما انتي عايزة. ده كان بليمون وكمون وطحينة، اسهل طريقة للفول. يا رب الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. لو حقيقي وصفاتي بتعجبكم قولولي. يا رب دايما كل المحتوى اللي بقدمه يعجبكم، سواء في البيت او برا البيت. يلا كل سنة وانتوا بخير.